اخباركم ايه؟ أنا مشيت مع الزبون من الكباريه على الساعة 10:30. عقبال ما وصلنا شقته بقت الساعة 11:10. قعدت معاه حوالي كده ساعة وربع، وبعد كده نزلت وجيت على الكباريه على طول. شوفي يا حبيبتي، انت غلطت غلطتين. الغلطة الأولى، انت عارفة إن الصالة عندنا بتشتغل الساعة 9 وانت خرجتي مع الزبون الساعة 10:30، يعني ما لحقش يسكر، عشان كده انت قعدتي معاه ساعة وربع بس. والغلطة التانية، ما تنطقيش ولا تتكلمي كلمة إلا لما أسألك الأول، مفهوم؟ وانتي، أنا أقول لك بقى، انت فتحتي إزازة بلاك ليبل للزبون بالغلط وهو كان عاوز إزازة براندي. مالك يا حلوة؟ بتحب جديد؟ لا والله يا كابتن قرن، انا اختي الصغيره كانت تعبانه. لا مش أختك ولا حاجة، ما تتحججيش بأختك. هو واضح إن انت بتحب جديد، عشان كده انت بتشتغلي بنص جهد، صح؟ رجعتي تاني للواد سيد قرطة، مش كده ولا أنا غلطان؟ ما حصلش والله يا كابتن قرن. ما تغلطيش. إياكي تكدبي. الكذب هو أول طريق المشي البطال للبنت، والله 3 بالله العظيم. وأنت عارفة كابتنك لما بيحلف، إما سمعت كلامي لاروح واشيل له الفلانشة بإيدي. لا والنبي ما حصلش والله يا كابتن قرن، بلاش الفرنشه دي، ده احنا برضو ولايا. خلاص يا عينيا، يبقى تسمعي الكلام. عاوزة تخرجي معاه وماله، بس تستأذنيني الأول. طب وانا عملت ايه بقى دلوقتي يا كابتن؟ معلش يا حبيبتي، حكم أنا عندي مبدأ: السيئة تعم والحسنة تخص. عايز الناس يقولوا عليا إيه؟ ما بعدلش بين البنات اللي عندي في الكباريه؟ يلا غوروا من قدامي يا جزم. طب انا عايزه اتكلم معاك في موضوع دلوقتي يا كابتن. لو جبتي سيرة اللي ما تسمى اللي اسمها هندية هقدرك واخليكي تشتغلي في عطلاتك الرسمية. حرام يا كابتن قرني، اللي ببطنها ده ينزل علشان خاطر اختك الغلبانه دي. خليه لها. انت عبيطة يا بت؟ انت عارفة يعني ايه الناس تعرف ان في بنت من بناتي حملت بالغلط؟ سمعتكم تتدمر يا ماما. انا بس مستحرمه يا كابتن، اللي ببطنها ده ينزل. ده لو كان عيل واحد كنا قلنا معلش، انما دول 4 بنات في بطن واحده، علشان خاطر ربنا. خليه لها يا كابتن. اللي قبلنا قالوا اللي يشيل قربة مخرومة تخر عليه انت قلت ايه يا بت؟ هندية اخت انا حامل في 4 بنات؟ انا قبل ما اخرج من البيت قلت لها اللي في بطنك ده ينزل. هديه هديه. الكلب. الكلاب الضهر غالي يا بنت. يا بنت حد يعمل كده في ظهرها؟ ده ضنا غالي يا ماما. مش انت اللي قلتي لازم تنزلي اللي ببطنك؟ ايوه قلت. غرني ما ينكرش ابدا اللي قاله، انما ده كان قبل ما اسمع خطبه الجمعه. والشيخ لما قال ايه؟ اللهم صل على النبي. لما اتكلم عن فضل صيام اخر 10 ايام في رمضان. وكمان قبل ما اعرف انك حامل في 4 يا ماما. 4 يا بت. هنديه يا بت مالك؟ هنديه.